ممكن نعطي اقوى ثلاثي خط وسط او اقوى ثلاثي خط دفاع لاي فريق، بس لما بدنا نحكي اقوى ثلاثي خط هجوم فتسقط كل الفرق قدام برشلونه، لانه على مر السنين هيدا اختصاص برشلونه. لما تغيب برشلونه ويجي موسم تشوفوا خط هجوم برشلونه ابن لاماسيا ورقم 9 وبرازيلي، تأكدوا انه بدكم تقولوا يا ويلك يا اوروبا. فمن بعد ما اوروبا خلصت من اكتساح ميسي سواريز نيمار الام اس ان، يوم اجوا الار الواي رافينيا ليفاندوسكي يمال كرمال يكتسحوا كل اوروبا. هيدا ما يعتبر ثلاثي خط هجومي قوي، هيدا ثلاثي خط هجومي مرعب. مجرد ما تطلع على ارقام الار الواي فالسامع ركبات بتخبط. بعدنا بربع الموسم حيصير عندهم اكثر من 50 هدف ومساهمه. اتحداكم انه تجيبوا خط هجوم اقوى من خط برشلونه. ما في يا حبيبي، ما في. برشلونه الاقوى وبرشلونه عمكم. يا جماعه شهر اكتوبر ما لازم يكون اسمه اكتوبر، لازم يكون اسمه فليكي فلاكا. فليك برشلونه عمكم. انا معقول يا جماعه نفوز على البايرن ونفوز على ريال مدريد وتكون اسعد ايام بحياتي وانا ما افوز بصوتكم يا جماعه؟ ليش بعد ما صوتوا لي لجائزه افضل صانع محتوى برشلوني انا بوثق فيه صوت لي يا حبيبي؟ ما المدريدي معلش ثقلت عليك هيدا الاسبوع، ما قصدي يا مدريد، انا بعتذر منك، بعرف تهورت وتحمست وتزرخت عليك، ولكن والله عم بمزح معك، والله احبك. صوت لي خلاص يا جماعه عن جد، اذا بتحبوني صوتوا لي، واذا ما بتحبوني كمان صوتوا لي. كسرتيني امي التليفون. كل 4 ثواني 5 ثواني من حياتك اضغط على الرابط في البايو عندي وتطلع لك صوره الطقبشني، اضغط على القلب يا قلبي، هيك بفوز بالجائزه وفيك يا عمري. شهر اكتوبر كان شهر برشلونه، فاجعلوا هذا الشهر شهر الطقبشني. معليش يا ميسي، معليش، لا عليك، فداك يا افضل لاعب في التاريخ.